الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في كل مكان، وفيديو جديد معاكم في المعمار من قلب الحدث. معانا المعلم أحمد والمعلم عاشور والمعلم عبدو، أحسن ناس في البلد وأحسن صناعية عندنا في البلد. أما تحييكم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البنى. أول حاجة الناس طبعا أما تبني كل واحد يقول لك أنا بنيت عمارة واللي بنى بوت. إحنا النهاردة هنتكلم عن بيت الآخرة. بيت الآخرة إزاي تبني منازل. طبعا المعلم أحمد راجل أما ياخد شقق كتير، بس هو النهاردة حظه لأن جيت أصوره قدام ما يبني في المنام. بعد كده أصوركم إن شاء الله على شغل لما أشتغل على الخريطة. الراجل أنا راجل 10/10 زي ما إحنا مش شايفين. أول حاجة هنا بالنسبة لما تنشئ منامة، أول حاجة لما تعمل المدماك اللي تحت ده يعتبر هو الأساس، زي الخرسانة اللي أنت مترميها والخنزيرة اللي أنت مترميها تحت العمارة. بعدين لما تبتدي تعمل زي ما المعلم عاشور عمل، لما تشد خطان وتوزن وما تربع بالمتر، تربع المسافة من هنا نفس زي من هنا برضه، وتيجي وازن الطوبة من هنا وتوزن واحدة من هناك عند المعلم أحمد زي ما شايفين. هذا الراجل وازن الطوبة هناك وشد خيط من هنا وعرض بالمتر نفس المقاس من هنا هي من هنا، ويبتدي يشد الخيط ويرص عاد الطوب يعني يرش عاد المونة الأول، وبعد كده لما يجي حاط البلوك. دي طبعا اسمه بلوك عندنا احنا في الصعيد هنا او في مصر، طبعا في الامارات اسمه طابوق، واحنا عارفين في الامارات اسمه طابوق اللي هو الاسمنتايه الواحده بتاع 50 كيلو اما يشيلها بالعافيه. لما احنا ناس هنا على قد حالنا بنشيل في البلوك هو اللي ماشي عندنا. وطبعا في الطوب اللي هي المصمت الاحمر، وفي الطوبه الثانيه اللي هي البلدي اللي هي الحمر، بس احنا شغالين حاليا في البلوك. زي ما انتم شايفين هذا الراجل، هذا الخياط وازن هناك وما يشد يرمي المونة ويوزن على طول زي ما احنا شايفين. ان شاء الله اهم حاجة تصلوا على سيدك النبي وتتابعونا وتعملوا لنا اشتراك في القناة، ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ان شاء الله القناة بتاعتنا احنا محتوى معمار، بالنسبة لأي معمار، محارة، نجاشة، سيراميك، بنى، سباكة، كهرباء، جبسن بورد، شاشات، جبس بلدي، اي شغل انتوا عاوزينه ان شاء الله هتلاقوه على القناه باذن الله. ان شاء الله المحتوى بتاعها يعجبكم. زي ما انتوا شايفين دي ازاي تنشئ منامه، سهله الحكايه يعني. زي ما انتوا شايفين اهو المعلم عاشور ادي شد ادي المدماغ وادي ماشي على المدماغ. المدماغ هات المونه يا ريس، هات المعلم عاشور مون. اهم حاجه زي ما قلت لكم، انت لما تقعد تشتغل بالنسبه اي شغل، بالنسبه لشغل البنى، اما تمسك الاول المتر، اما تربع الشغل بتاعك يعني المسافه دي بقد دي ودي قد دي، وما توزن لما توزن اول مدماغ لغايه ما تطلع الداتا كلها. طبعا بتشد الخطان ولازم الخطان تبقى مربطه ببعض، يعني مش تعمل حيطه وتقول لي كيف ما تعمليش رابط للحيطه، هتلاقي الحيطه بعد كده لملت وفرقت. زي ما انتم شايفين يعني توزن الطوبه من هنا كده على من تحت من هنا زي ما انتم شايفين اهو. بص اهو شايفين الميزان، الله ينور يا معلم. هذا وادي اهو نفس الحكايه. بص كل مدماك اهو اهو. ده بحيث لو هو يبان زي كده. طبعا معلم احمد احنا لما نشتغل وراه على طول الراجل عارفين شغل مش زي ناس تانية ما تكملنا وراه في المحاره. هذه بالنسبه للمنام. شايفين معلم عاشور، الله ينور يا معلم عاشور. الراجل زي ما قلت لكم ادي وزن وربع
الملامة وادي ما يشد خيط وما يفرد على طول، يرص على طول الطوب على الخيط زي ما انتم شايفين. يعني الحكاية سهلة إن شاء الله، بس مش مع أي حد سهلة برضه. يعني المعلمين كثيرة أديلها 100 سنة وحتى ما تعرفش توزن في البلوكات. بالنسبة زي ما أقول لكم، طبعا البونة دهويته برضه تيجي تاني يوم ترش مية عشان بحيث الأسمنت يمسك في البلوك كده، اللي هو اسمه طابوق في الخليج، دي اسمها طابوقة، لما عندنا احنا اسمه بلوك. وفي طبعا في طوبة حمراء مصمت، وفيه الطوبة اللي هي العادية الباردة زي ما قلت لكم. ها بصوا الجنب، ها هذا الميزان.